ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، صباح حضراتكم طيبين بصحة وسعادة. نعمل الترمس السريع ده، نص كيلو من الترمس عليه ربع كيلو من الحمص. الكمية اللي انت عايزاها اعمليها، بليته في مية من بالليل للصبح. ان شاء الله حطيته على النار. الناس اللي بتقول لك تسلقي ده لوحده ده لوحده، لا ابدا، اسلقي الاثنين عادي جدا. حطيتهم على بعض، غسلتهم كويس من ميه النقع، وحطيت عليهم ميه وشويه من الملح، وعلقت عليهم يتسلقوا. قد ايه قالوا له السليق؟ من نص ساعه، من تلت ساعه لنص ساعه ان شاء الله هتلاقيه معاكي زي الفل. وهنصفيه، وتعالوا بقى نعمل محلول النقع بتاع الترمس اللي هو يخلي الترمس يفضل معاكي. لو انت حطاه حتى على رخامه ما يجرالوش اي حاجه. تعالي يا ست البنات، الحمص لوحده والترمس لوحده عادي جدا، تعملي الاثنين مع بعض بياخدوا سوا واحد، طالما انت نقعهم في نفس التوقيت وفي نفس الوقت. تمام. سلقتهم طول ما الترمس بيطلع بخار زي ما انت شايفه حضرتك كده، ما ينفعش تحط عليه ميه. الناس اللي تقولك حط عليه ميه على طول غلط، ده سبب من اسباب ان الترمس معاكي يطرى، او يعني بمعنى في الفلاحه خالص يمزلق كده. في ناس تقولك الترمس معايا طري كده وناعم ومش مش طبيعي كده، ده السبب ان انت بتحط عليه ميه على طول وهو سخن. لازم تسيبيه يبرد تماما اهو. طول ما هو مطلع بخار كده ما ينفعش احط عليه. في الناحيه التانيه على البوتاجاز برضو انا حطيت حله تانيه عشان اغلي ميه، برضو ما ينفعش نحط ميه عاديه. يبقى انا هسيب الميه تهدى والترمس يهدى، ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، الترمس برد اهو. عبيته في جردل، في جردل، في طبق بلاستيك، هتحطي مثلا في برطمان اللي يريحك، الطريقه اللي تريحك استعمليها. تمام. هنعمل ايه بقى؟ الخلطه بتاعتنا زي ما انتم حضراتكم، انا غليت الميه، عبيت ازازه لتر عشان اسهل على نفسي المعيار. دي ازازه لتر من الميه. على كل لتر من الميه معلقتين من الملح، معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره من الشطه، معلقه من البابريكا، معلقه بهارات فراخ. ومش عايزه تحطيها حطيها، بس بتدي طعم حلو جدا للترمس. جربيها وهتدعي ان شاء الله. وليمونيه طبعا. هحط كل المكونات ده. انا طبعا مزوده المعيار الملح لان انا هحط لتر وشويه اهو. تمام. اعصر الليمونه، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما قلت لحضراتكم في الفيديو، لازم تغلي الميه بتاعتك، لازم تغلي الميه بتاعتك اهو. وحط القشر يا لولو. طب عادي جدا، حط قشر ليمون عادي، بيدي ريحه حلوه جدا للترمس ان شاء الله. وهنزل بالميه اهو. طب معلقه السكر دي مش غلط على الترمس، ده دي ماده حافظه للترمس، هتساعده ان هو يفضل معاكي محتفظ بقرمشته، وهيفضل معاكي حلو زي الفل حتى لو انت سبتيه بره التلاجة وما حطيتوش جوه التلاجة. طيب انا هزود كمان ميه. شفتوا يا بنات؟ انا كده عملت 2 لتر من الميه، عليهم 4 معالق من الملح، هيطلع معاك ان شاء الله مظبوط. معلقه صغيره من السكر، السكر ده مش هيعمل معاكي اي حاجه خالص، السكر ده ماده حافظه للترمس. حطيت ليمونه بقشرها. طبعا غلينا الميه زي ما قلت لحضراتكم، وسبته يبرد والترمس يبرد، لازم الاثنين يبردوا. وهنحطهم في جردل او في طبق بلاستيك او في برطمان زي ما انت عايزه. حطيه على رخامه المطبخ وهيقعد معاكي فتره طويله جدا، مش هيجرى له اي حاجه. وما تيجي تطلعي منه، طلعي عادي بالمعلقه او بالكبشه من غير ما تحطي ايدك فيه. حطيت شويه من التوابل دي اختياري، اللي حابب يحطها يحطها، مش حابب خلاص. حطيت شويه من الشطه برده، وده برده اختياري، تقلليها تكتريها طبعا ما انت عايزه. وحطيت معلقه من البابريكا. وبالف هنا وشفا، كل سنه حضراتكم طيبين وبصحه وسعاده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.